السلام عليكم. كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله هنحل مع بعض الأسئلة التي وردت في امتحان 2024 الخاصة بشابتر 4. أنت هتلاقي في عندك نازلة جزء اسمه كده البهاريز، الأسئلة التي وردت في امتحان 2024 شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4 و5 6 و7 و8 نازلة على اليوتيوب. تمام؟ فأضيف لها عندك شابتر 4 فتبقى كده امتحانات 2024 دور أول ودور تاني كاملة. نزل في الدور الأول 5 أسئلة وفي الدور الثاني برضو 5 أسئلة. السؤال الأول هنا بيقول لك the opposite figure present an electric circuit contain 2 ohmic resistance. على فكرة برضو احنا كل الأسئلة دي تعرضناها في الواجبات والكلاس ورك شيت وكلام واحنا ماشيين خلال السنة، انت مش أول مرة تشوف الأسئلة دي خالص. طيب فاحنا عندنا 2 ريزيستنس مالهمش عندك اندكشن، بيقول لك لو أنا قفلت المفتاح فالفيز انجل ما بين التوتال فولتج والكرنت بكام؟ والله دايره ار برضو، قفلت المفتاح زودت الار قللت الار برضو الفيز انجل ايكوال زيرو، مفيش اي مشكله. طب في الشكل اللي قدامك ده يقول لك ذا فيجر show to AC circuit including inductive coil with negligible ohmic resistance، عاوز ريشيو ما بين I1 على I2. طب هو بالراحه كده يعني بالراحه يعني هو انا في شركه زي ديت انا عاوز اجيب I1 على I2، لو براحه كده هتكلم عاوز اجيب I1 على I2. مش المفروض الاي دي بتساوي براحه كده اساسا الاي بتساوي ايه؟ في على اكس ال، صح؟ طيب الفي ثابته في الناحيتين، فانا كده كاني ان انا عاوز اجيب مين بقى من الاخر؟ اي انفرس مع اكس ال، يبقى هجيب اكس ال 2 على اكس ال 1، يبقى اي 1 على اي 2. اكس ال 2 اللي هي 2 باي اف ال 2، يعني اقول اف 2 لان 2 باي مع 2 باي في توتال اندكتنس 2 على اف 1 في ال 1. اف 2 ب 50 على باي اهي، وال 2 0.6 مع 0.2 بارلل، واجمعها زائد اكس ال اللي جنبك. يعني طبعا انا مضطر ان انا لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب التوتال الاكس ال 2 هنا، اجيب اكس ال 2 كلها على بعضها، اجيبها كلها على بعضها. يعني مش هينفع اقول اف 2 في ال 2، انا هجيب هي اجيب اكس ال 2 كلها على بعضها، وهنا هجيب اكس ال 1 كلها على بعضها. هنا اقول 2 باي، عشان كده 2 باي مش هتطير مع 2 باي. طيب ماشي، 50 على باي خلاص. وهشتغل عندك الاول، يعني اجيب اكس ال الاولانيه دي بكام؟ الجزء ده الاكس ال الاولانيه دي بكام الاول؟ يلا 0.6 في 0.2، 0.6 في 0.2 على 0.6 بلس 0.2. بعد ما حسبت 2 باي اف ال بتاعت الاثنين دول على بعض طلعت دي بتساوي 15 اوم. 15 اوم و30 و20 تبقى بتساوي 35 اوم. حلو، يلا نحسب الاثنين دول مع بعض. 0.2 0.3 يبقى 0.5، ونحسب برضو الاكس ال هنا بتساوي، هتطلع قيمتها ايكوال 100. ماشي، يبقى 35 على 100 يطلع الانسر 7 على 20. ده كده الإجابة بتاعتنا. إزاي جبنا كل واحدة في الاتنين دول؟ ماشي، تعال نشوف question number 3. بيقول لك the opposite electric circuit contains 3 capacitors and hot wire ammeter using data shown in the figure. the maximum electromotive force بكام؟ الماكسيمم electromotive force بكام؟ طب أنا معايا اميتر معايا الار بتاعته، صح؟ تمام. طب أنا عشان أطلع الاي ماكسيمم فانا لازم اطلع عندي التوتال رياكتنت بتاعت الكباستور. خلي بالك ده مش مدينا كباستنس، يعني اقول مثلا 40 و40 عادي دولت اجمعهم عادي يبقوا 80 اوم، و80 مع ال80 يبقوا بارلل يبقى ب 40 اوم، و40 مع ال30 كده اخدهم تحت السكوير روت اجيب الامبيدنس واجيب الاي افكتيف، اضرب الاي اللي هي بتاعت الهوت واير اميتر. كده كده الهوت واير اميتر الاي بتاعته اي افكتيف، فالامبيدنس عندك كل ده بتساوي 40. 40 و30 تحت الروت يبقى كده ب 50، ف2 في 50 يطلع اجابه بكام؟ ب 100. بس هو عاوز الفي ماكسيمم، فاخد الفي افكتيف واعملها ديفايدد ساين 45 فتدينا 100 روت 2. السؤال اللي بعده question number 4. the opposite figure what is the value of the capacitance reactant XC when we make electric current lead voltage by angle 42. طب ما انا اديتك الفيز انجل، ما تقول تان ثيتا ايكوال، اشتغل كده ادي تان ثيتا ايكوال اكس سي على ار.
فاشتغل بقى اهو يا عم تان 42. على فكره هنا اقول نيجاتيف تان عشان طبعا بتبقى الكرنت لما يبقى ليدي عن الفي لاجز، وهنا بيكون في نيجاتيف في القانون، فالنيجاتيف دي بتروح رايحه مع النيجاتيف دي عموما، فعشان كده ما بنكتبش النيجاتيف على طول. فانا مديك الار هتعمل الكروس مالتيبليكيشن. ايه الصعب في كده؟ مساله مش صعبه خالص، ده جميله جدا. خامس سؤال والسؤال الاخير اللي جه في امتحان الدور الاول، ذا اوبزيت فيجر اذا كان الفيز انجل ما بين الكرنت والفولتج في الدايره دي ب 45. تعال ما ده فيز انجل ب 45 معناه ايه؟ معناه ان اكس سي قد الار. عاوز الكباس بتاعت الكباستور، يعني انا كده اكس سي قد الار خلاص. فراح انا ماسك اللقطه دي اما اقول اكس سي بتساوي ار. طب ما الاكس سي بتاعتي ب 200 او اللي هي قد الار، واقدر افكها 1 على 2 باي اف سي. فادي كده 200 ايكوال 1 على 2 باي، والفريكونسي 50 على باي، فتشيل باي مع الباي، وانا عاوز اجيب السي. فطلع السي فوق، يبقى السي هتساوي 1 على 200 1 اوفر 200 ملتبلاي عندك الرقم دوت، ويطلع معاك الاجابه. هتبقى 1 اوفر 2 في 10 باور نيجاتيف 4، 1 على 2 في 10 باور 4، 1 على 2 في 10 باور 4، هتطلع 5 في 10 باور نيجاتيف 5. 5 في 10 باور نيجاتيف 5 يعني 50 مايكرو فاراد. ما هي 5 في 10 باور نيجاتيف 5. عاوز تخليها عندك بالمايكرو اضرب في 10 باور 6، فتدي لك كام؟ 50 مايكرو فاراد. يبقى الانسر يبقى دي. ماشي، ده كده خلصنا اول 5 اسئله التي وردت في الامتحان الدور الاول. تعال نبتدي من رقم 6، امتحان الدور الثاني بقى. يقول لك in the circuit the capacitance and non-ohmic inductive coil and two resistance 1 and 2. ماشي، يبقى دي دايره ايه؟ ار ال سي سيركت. وبيقول لك ان اكس سي بتساوي ار واكس ال بتساوي 2 ار، يعني الدايره دي مش في حاله ريزونانس، وار وعندك فوق ريزيستنس ار. فبيقول لك بقى هنا ايه؟ to obtain largest consumed power. largest consumed power يعني عاوزين نخلي السيركت في حاله ريزونانس. طب هو انا طبعا لا يمكن اخلي اكس سي قد ار، انا عاوز largest consumed power، يعني يكون عندي اقل زد في السيركت، اقل امبيدنس في السيركت. طيب خليك معايا كده اهو. انت دلوقتي اكس ال ماينس اكس سي بتديك ار في الوضع ده دلوقتي، ودي كمان ايه؟ ار. اكس ال ماينس اكس سي هتديك ار ودي ار، يعني دلوقتي حاليا الامبيدنس بتاعت السيركت بتساوي روت 2 ار. انا عاوز الامبيدنس تبقى اصغر من روت 2 ار. طب نمشي واحده واحده معاه. افتح الثلاث مفاتيح، الثلاث مفاتيح هتبقى روت 2 ار. طب اوبن كي 2 واقفل كي 1 وكي 3. انا هجرب الاختيارات اللي هو بيقولها دي. اقفل كي 1 وكي 3، انا لو قفلت كي 1 وكي 3 يبقى ده يتكنسل، ودول ودول هيبقوا ار وار، يبقوا نص ار. فنص ار ومعاك ار هنا اهو، فتاخدهم تحت الروت، هتبقى نص ار باور 2، هتبقى كده روت 1 باور 2 بلس نص باور 2، فهتدي لك عندك روت 5 على 2 ار، هتبقى الامبيدنس روت 5 اوفر 2 ار. وطبعا روت 5 اوفر 2 ب 1.1، لكن روت 2 ده بيساوي 1.4، يعني كده الامبيدنس قلت. طب نكمل. اقفل كي 2 كي 3 وسيب كي 1 مفتوح. اقفل كي 2 وكي 3 وسيب كي 1 مفتوح. لا ده كده الامبيدنس هتعلى، لان هيبقى عندك دلوقتي لما اقفل كي 1 وكي 2 هيبقى نص ار مع الاثنين ار، هتبقى اكتر اكيد من اللي فاتت. طب اقفل كي 1 وكي 2 وكي 3. والله لو قفلت كي 1 وكي 2 وكي 3 هيبقى فعلا دي هتتكنسل، دي هتتكنسل، وهيبقى معايا ار وار باري يبقوا نص ار، ودي هتبقى اقل واحده فعلا. فالاختيار الصحيح اخر واحده. تمام، لانها كده اقل ار هيبقى اعلى ايه؟ كارنت، وده يحصل لما اقفل المفتاح الاخير. طب question number 7 in the opposite figure if the coil replaced by another one the same length same cross section area the same wire material and the number of the turn twice the original length. يبقى الكويل ده استبدلته بواحد تاني نفس الطول نفس الاريا كل حاجه زي بعض، بس عدد لفاته ضعف الاولانيه.
طب لما يكون عدد اللفات الضعف انت عارف كده السيلف اندكتنس يا دكتوري الفاضل بتساوي منال. فلما تقول النمبر اوف تيرن زادت للدبل يبقى كده السيلف اندكتنس زادت 4 مرات، والاكس ال دايركتلي مع ال، فلو دي زادت 4 يبقى دي زادت كام؟ 4. يبقى الاكس ال الجديده 4 في 20، 4 من القديم يبقى بكام؟ يبقى بقى ب 80. يقول لك الريش ما بين الامبيدنس في السكند كيس على الامبيدنس في السكند كيس. تعال نجيب الامبيدنس في السكند كيس. والله الامبيدنس في السكند كيس اديني قلت لك ان ال زادت 4 مرات فبقت ب 80. ففي السكند كيس هقول 80 ماينس ادي اكس ال ماينس اكس سي باور 2 زائد ال 20 باور 2. وفي الفيرست كيس هتبقى دي حاله ريزونانس صح؟ فيطلع الاجابه روت 10. فيبقى ادي الانسر بتاعنا. قشطه عليك. كويشن نمبر 8. The given circuit ده ريش ما بين زد 1 على زد 2. واضح انه كان حابب اللقطه ديت عندك جدا، بيحب مسائل الريشيو جدا. هات الامبيدنس في الحاله الاولى والامبيدنس في الحاله الثانيه. الامبيدنس في الحاله الاولى معاك ار واكس ال وار. طب هتروح واخد عندك ايه؟ هات الامبيدنس عندك في الحاله الاولى. في الحاله الاولى قول ايه؟ 2 ار ماينس ار باور 2 زائد ار باور 2. طب هتدي لك ايه؟ هتديك ار روت 2. اللي فوق دي هتدي ار روت 2. طب تحت هتبقى 3R minus 2R برضو هتديني في الاخر R روت 2. فدي مع دي هتروح تطلع ريش فعلا برضو 1 to 1. انت بتحب الريش؟ بحبها جدا. طب which of the following figure express the correct composition of hot wire ammeter؟ تركيب واير هوت واير اميتر صح. تعال نبص كده يا ولاد. اولا الواير ده من الكبر؟ لا، الواير ده بلاتينيوم اريديوم واير. طب ده كده بلاتينيوم اريديوم واير مظبوط، وهنا محطوط الشنط مظبوط، وهنا توزيع الكرنت نون يونيفورم. الشكل بتاعنا فيجر 3 ده مظبوط جدا. ده كبر واير ده مش مظبوط. طب ده بلاتينيوم ده مظبوط، بس السكيل بتاعك كله يونيفورم ده مش مظبوط. يبقى مين الفيجر المظبوط؟ هو ده. انت وليس غيرك انت. طب كويشن نمبر 10. in hot wire ammeter when replacing shunt resistance by another one اصغر منه وعدينا نفس الكرنت في السيركت. شفناه السؤال ده كان مهم جدا. بلاتينيوم اريديوم واير اهو، وانت عندك هنا شنط بتوصلها بارلل معاه. لما انت تصغر قيمه الشنط وتعدي نفس الاي اكيد الشنط هتاخد كرنت اكتر. طب والبلاتينيوم اريديوم واير هيعدي فيه كرنت اقل، فلما يعدي فيه كرنت اقل يبقى هيسخن اقل، اكسباند اقل، يبقى الهيت بتاع البلاتينيوم اريديوم واير يحصل له ايه؟ هيقل. طب والتوتال ريزيستنس بتاعت الاميتر؟ طبعا الشنطه لما تقل التوتال ريزيستنس هتقل، فيبقى الاجابه ديكريز وديكريز. الى هنا انتهت عندك 5 اسئله الدور الاول و5 اسئله الدور الثاني. بالتوفيق لحضراتكم يا شباب.